الأسبوع اللي فات أنا خلصت جزء من حامل الموتور للنسخة الرابعة من العجلة الكهربائية، وكنت مستني البكرات توصل. من ساعتها بدأت أجهز باقي أجزاء حامل الموتور، وبما إن ألواح حامل الموتور لازم تكون متفرقة بشكل مثالي وكمان متوازية تماما عشان في رولمان بلاي بيركبوا فيها، وكمان في عمود بيمر من خلالها. كان لازم أعمل بعض الفواصل اللي تخلي اللوحين متباعدين بالضبط 43 ملم. لحسن الحظ جدي عنده مخرطة، فكنت محظوظ إني استخدمت المخرطة بتاعته عشان أعمل الفواصل دي من أنابيب ألومنيوم. المخرطة كمان سمحت لي أقصر طول الموتور. زي ما قلت في فيديو الأسبوع اللي فات، الجزء البارز في آخر الموتور كان بيعوق أذرع البدال، فإني أقدر أقطعه وأخليه شكله كويس كان مفيد جدا. هو كمان عنده حجر جلخ، فكنت أقدر أعمل تسوية مسطحة في نهاية عمود الإدارة الثانوي عشان لما أركب البكرات على العمود يبقى فيه جزء مسطح يثبت عليه مسامير تثبيت الصغيرة. البكرات وصلت بعدها على طول، وكان وقتها لازم أركب باقي أجزاء العجلة. بس هنا ظهر أول مشكلة، شحن الكاميرا بتاعتي خلص. دلوقتي مش عارف إيه أحسن طريقة ألوم نفسي بيها، بس أكيد أستحق اللوم دلوقتي. قررت ببساطة أخذ العجلة وأجربها بسرعة، وأيوة البكرة باظت، ومفيش عندي أي فيديو للحظة اللي اتكسرت فيها. إيه اللي حصل؟ بصراحة أنا استعجلت في التصميم علشان أحاول أخلصه في أسبوع. لو كنت شفت فيديو البكرة، أنا فعلا عملت نسختين في أسبوع واحد، وغفلت عن غلطة بسيطة جدا في التصميم. ده شكل واحد من أذرع البكرة قبل ما يتكسر، وده شكل الست أذرع بتوع البكرة دلوقتي. يبدو إن فيه مادة قليلة جدا حوالين فتحات المسامير في أسفل الذراع، ولما الموتور بيطبق عزم ده بيخلي فيه قوة لفوق على المسمار اللي على اليمين، وقوة لتحت على المسمار اللي على الشمال، وده بيخلي المسمار اللي على الشمال يتخلع من مكانه. ودلوقتي السبب إن في مادة قليلة في النقطة دي هو إن البكرة لازم تركب فوق محور فرامل القرص في العجلة، واللي قطره 52 ملم. فقبل ما أخلص تصميم الأذرع على طول كان لازم أقطع فتحة قطرها 52 ملم في أسفل كل الأذرع عشان تركب فوق المحور ده. أنا فعلا عملت شوية تحليل أو محاكاة هيكلية في برنامج فيوجن 360 على الذراع ده قبل ما أقطعه، بس النتائج اللي طلعت لي ما كانتش موثوقة قوي، لأني ما عنديش فكرة عن عزم الدوران اللي الموتور الكهربائي ده فعلا بينتجه. اضطريت أرجع لفيديو من فيديوهاتي عن النسخة الثالثة من العجلة الكهربائية اللي كانت بتستخدم نفس الموتور. هحط كمان رابط للموتور في الوصف تحت عشان في ناس سألتني عليه في آخر فيديو، واللي لقيته إنه العجلة بتتسارع من 0 لحد 30 ميل في الساعة أو 13.4 متر في الثانية في حوالي 12 ثانية. ده بيدينا تسارع حوالي 1.2 متر في الثانية تربيع، وبما إن وزن العجلة معايا حوالي 110 كيلوغرام، فده بيدينا قوة دفع للأمام 132 نيوتن، وبنصف قطر الكاوتش 0.325 متر ده بيدينا عزم دوران متوسط 42.9 نيوتن متر. ودلوقتي بما إن ده عزم دوران متوسط، أنا مش متأكد بالضبط العزم الأقصى كام، ممكن يكون أكثر من كده بكتير. وكمان النسخة الرابعة من العجلة الكهربائية متضبطة على عزم دوران الزيادة 20%، لكن بسرعة قصوى أقل 20%. فأنا هعمل إيه؟ هضاعف قيمة العزم دي كعامل أمان. يبقى خلينا نستخدم 85.8 نيوتن متر، بما إن نصف قطر البكرة هو 0.14 متر، والعزم ده لازم يتوزع على 6 أذرع مختلفة. يعني ببساطة كل ذراع من أذرع البكرة لازم يتحمل قوة 102 نيوتن عند طرفه. ولما ندخل القيم دي في محاكاة فيوجن 360 بتدين معامل أمان 2.16، وده معناه ببساطة إنه ذراع البكرة المفروض يقدر يتحمل ضعف القوة دي من غير ما يتكسر. ودلوقتي للمهندسين اللي بيتفرجوا، فعلا استخدمت أصغر حجم شبكة ممكن، وده أخذ وقت طويل من الكمبيوتر عشان يحسبه، بس كان لازم أعمل كده عشان أطلع بأدق نتيجة ممكنة، ومع ذلك النتيجة ما كانتش صحيحة. فطبعا بعد ما البكرة الحقيقية اتدمرت، قررت أرجع لمحاكاة فيوجن 360، واكتشفت أني كنت بعمل التجارب بطريقة غلط تماما. أنا في الأول كنت مثبت البكرة عند فتحات المسامير اللي تحتينا، وبعدين طبقت القوة الأفقية عند الفتحة دي، بس اللي ما أخدتوش في الاعتبار هو أن فتحات المسامير دي ممكن تتقطع أو تتخلع، فكان لازم أغير المحاكاة وأستخدم قيد مسمار في فيوجن 360 علشان أربط الفتحات دي بمركز عجلة وهمي وأعيد المحاكاة من الأول. ده إداني نتيجة شكلها أدق شوية بمعامل أمان 0.87. يعني ببساطة كده الحاجة دي كانت هتتكسر. أنا خدت الاختبار ده خطوة كمان، وجبت فعلا الأذرع القديمة وركبتها في المحور، وبعدين ثبت المحور في المنجلة، ركبتهم في الاتجاه العكسي علشان يخلعوا فتحة المسمار التانية، ويطلع اختبار دقيق إلى حد كبير حتى لو كان طرف من السلك كان مكسور أصلا. وبعدين علقت أوزان في طرف السلك واختبرت
هو يقدر يتحمل قوة قد إيه؟ تمام، ده أول اختبار ب10 كيلو. واضح إنه شايل 10 كيلو، بس شكله بيتشوه. مش عارف أنت شايف كويس ولا لأ، بس أكيد في تشوه حوالين فتحة المسامير هنا. تمام، أنا زودت الوزن ل 11.25 كيلو. بنزل الوزن ببطء. وتخيل فاشل عند 11.25 كيلوغرام، اللي تقريبا بتساوي 110 نيوتن من القوة، وده برضو أعلى شوية بس من توقع فيوجن 360. فبدأت أصمم بعض أذرع البكرة الجديدة، اللي مش بس فيها مادة أكتر حوالين أماكن فتحات المسامير، لكن كمان فتحات المسامير نفسها كانت متوزعة أبعد عن بعض علشان تقلل كمية الشد والقوة الضاغطة لما تتعرض لعزم. وكمان صممت وقطعت حلقة من الألومنيوم علشان تدعم الجزء المطبوع بالطابعة ثلاثية الأبعاد من البكرة. بس قبل ما أقطع كل القطع وأجمع البكرة، قررت أعيد نفس اختبار القوة عن طريق تثبيت ذراع البكرة الجديد في المشبك وتعليق شوية أوزان عليه، وقدرت تشيل 20 كيلو من غير ما تتحرك، حتى بعد ما ضربتها كذا مرة بالمطرقة. اليوم اللي بعده تقريبا قضيته في تقطيع وقلوضة وثني كل أجزاء البكرة الجديدة، وكمان طبعت جزء الأسنان الجديد بتاع البكرة على طابعة الثلاثية الأبعاد الجديدة اللي شركة أني كيوبيك بعتتها لي. دي طابعتهم الجديدة موديل شيرون. أظن إني نطقتها صح، ولحد دلوقتي هي كويسة جدا. عندها منصة طباعة كبيرة جدا وفيها مميزات كويسة قوي ما كانتش موجودة في طابعتي القديمة كرياليتي CR10. أنا لسه طبعت عليها حاجات قليلة، فمش هقدر أدي حكم نهائي دلوقتي، بس هسيب لكم لينك ليها تحت في الوصف، فلو مهتمين بطابعة جديدة روحوا شوفوا اللينك. بعد كده ركبت البكرة على العجلة، وبعدين ركبت العجلة على الدراجة، وكانت جاهزة لتجربة قيادة تانية. بس طبعا المرة دي كنت هسجل التجربة. أيوة، نجحت في أول اختبار وتعدت سرعة المشي. وبعدين لما زودت العزم شوية السير بدأ يزحلق، يبقى لازم أزود الشد شوية. بعد كده بدأت أزود البنزين واحدة واحدة كل مرة عشان أشوف البكرة هتستحمل ولا لأ، وبصراحة كانت شغالة كويس جدا. بس المشاكل ما وقفتش عند كده. البكرة دلوقتي شكلها بتتحمل كل القوة، يعني المشكلة دي اتحلت. لكن لما حاولت أشيل بعض البكرات الصغيرة عشان أحط مادة تثبيت للولب على مسامير التثبيت ما كانتش بتتحرك خالص، حتى بعد ما شلت الاتنين مسامير من كل بكرة، وكمان سخنت البكرة عشان تتوسع على العمود برضو ما كانتش بتطلع. ببساطة اللي حصل إن العمود الستانلس ستيل كان نوعه طري شوية، والمسامير اللي بتثبت البكرة في العمود غرزت جوه الستانلس ستيل، وبسبب عزم الموتور المسمار كان فعلياً كسر حتة من الستانلس ستيل، والحتة دي دخلت في الألومنيوم بتاع البكرة وقفل البكرة على العمود فعلياً. وبعد ضرب كتير بالمطرقة واستخدام الزرادية على البكرات وأنا بحاول ما بوظش سنون البكرات، في الآخر قدرت أشيلهم. بس بعد كده كنت محتاج أدور على عمود من ستانلس ستيل المقسى أو من الصلب المقسى كبديل. بعد كده اكتشفت إن لسه عندي الموتور القديم بالعمود القديم اللي مقاسه 8 ميلي واللي هو عمود من الصلب المقسى، فقررت أركبه في العجلة وكل حاجة بقت تمام. دلوقتي العجلة جاهزة إني أركب كل الإلكترونيات فيها بشكل مضبوط وأخلصها، وبعد كده أطلع بيها تجربة قيادة حقيقية. بصراحة مش بالضبط. كمان لاحظت وأنا سايق العجلة بسرعة معينة حوالي 20 مايل في الساعة العجلة بدأت تهتز بشكل عنيف جدا، وأظن إنه ده كان بسبب تردد رنان سببه السير الصغير أو عمود نقل الحركة الثانوي. أنا بس محتاج أوقف الفيديو شوية ثواني. نزلت للورشة علشان أصور اهتزاز البكرة الأولى اللي بتقلل السرعة، ولحسن الحظ الموضوع مش بسبب حاجة غلط في التصميم بتاعي، بس للأسف في عيب في التصميم أو مشكلة في الموتور الجديد اللي عندي. أنا آسف لو الصوت مش واضح شوية، أنا بصور بالموبايل بس هحاول أوضح لك. أنا فصلت كل السيور ولسه في اهتزاز بيحصل، فشكله كده الموتور مش متوازن زي ما انت شايف هنا. ده عمود الخارج بتاع الموتور ومفيش سير متوصل على المخفض ده، وكمان العجلة الحلفية مفصولة عن السير
لأسباب تتعلق بالأمان. ولو زودت السرعة عند عدد لفات معين هتسمع اهتزاز عنيف جدا. دلوقتي مش متأكد ازاي همنتج الفيديو السريع اللي بصوره بالموبايل ده وادمجه في الفيديو الرئيسي، لأني أظن إني شرحت إني هرجع للنظام القديم بتاع البكرة الوحدة. بس دلوقتي اكتشفت إن المشكلة في الموتور، يبقى لازم أحاول أحل المشكلة دي مع الموتور، وإن تصميم حامل الموتور بتاعي فعلا كويس. يعني ممكن لسه نكون تمام مع نظام البكرات المزدوجة عالي العزم اللي بيقلل السرعة. على أي حال كفاية كلام، يلا نرجع للفيديو الرئيسي. أنا بصراحة مغرم شوية إني أشرل السير الرئيسي مباشرة من الموتور وأتخلص من نظام البكرات المزدوجة. بس كده هضيع فكرة العزم العالي في العجلة الكهربائية دي، وفيديو الأسبوع اللي فات هيبقى ملوش أي لازمة لأني هضطر أعيد تصميم قاعدة الموتور كلها، فده اللي وصلت له مع العجلة الكهربائية. أنا مش متأكد أعمل إيه بعد كده. يا رب يكون التحليل الكامل للبكرة وانهيارها الهيكلي كان مثيراً لاهتمامك. أنا محتاج أرجع خطوة لورا من المشروع كله وأفكر أكتر في اللي هعمله بعد كده. أفضل أعمل كده بدل ما أتحرك خطوة لقدام وبعدين أرجع خطوتين لورا تاني. فأيوة، أنا عايز أقضي شوية وقت زيادة أحاول أصممه صح. أنا قلت في أول المشروع إني مش هأستعجل في ده، بس الحماس إني يكون عندي عجلة كهرباء غلبني وفي الآخر استعجلت. كمان لازم أقول إن مش هيبقى فيه فيديو الأسبوع الجاي. أنا عايز أرجع أعمل فيديوهات مشاريع كاملة كل أسبوعين تقريباً أو حاجة زي كده، وده بشكل أساسي لأني بقيت بشتغل في الويك إند عشان أخلص المشاريع دي، لأنه عادة بياخد يوم أو يومين عشان أسجل الصوت وأعدل الفيديوهات وأجهزها للرفع. فده بيخليني فاضل لي تقريباً 3 أيام عمل في الأسبوع أشتغل في المشروع، وده مش كفاية عشان أعمل فيديو بطول كويس، خصوصاً مع المشاريع المختلفة اللي نفسي أعملها. فعشان كده متحمس إني أقضي أسبوع أو 2 كويسين في مشروع وبعدها أعدل عليه. يعني أخلص المشروع وأتأكد إنه كل حاجة شغالة وبعدين أرفعه على يوتيوب عشان أنتوا ما تضطروش تتفرجوا على كل المحاولات الفشلة دي كتير. أكيد هفضل أذكر الأجزاء اللي فيها فشل، بس بدل ما أعمل فيديو كامل عنها هتبقى مجرد جزء صغير في الفيديو، لأني شايف إنه مهم إني أوريكم الأخطاء اللي بعملها. بس أنا متحمس إني أقضي وقت أكتر على كل مشروع. كمان عندي شوية تعاونات جاية في الأسابيع الجاية، فممكن الفيديو الجاي ما يتأخرش كتير، يمكن أسبوعين أو حاجة زي كده. يعني أنا مش هبطل الفيديوهات الأسبوعية خالص، أنا بس بقول إني مش هسرع مشروع علشان أطلعه في أسبوع لو هو لسه مخلصش أو مش شغال كويس. فلو ما شفتش فيديو مني يوم الجمعة ما تقلقش، أنا بس بقضي وقت أكتر على مشروع، فخليك متابع علشان التعاونات اللي جاية قريب. وبرضو بالنسبة للعجلة الكهربائية لسه ما انتهتش، يمكن بس محتاج أقضي شوية وقت زيادة عليها. وأيوة، أحب أشكركم جدا على المشاهدة، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا لايك، ولو انت جديد على قناتي يا ريت تشترك. شكر كبير جدا جدا لكل الداعمين لي على باتريون على دعمهم لي، انتوا اللي بتخلوا الفيديوهات اللي مش أسبوعية دي ممكنة. هرفع حاجات من الكواليس وهتعرفوا أنا بعمل إيه بالصور على باتريون. يعني مش هينزل فيديو كامل كل أسبوع، بس على الأقل هكون بنزل صور على باتريون لو حابين تعرفوا أنا بعمل إيه في أي وقت. شكرا مرة تانية على المشاهدة، وهشوفكم كمان كام أسبوع. مع السلامة.